السلام عليكم حبيباتي ومرحبا بكم معايا فيديو جديد وصفه جديده. اليوم نقدم لكم الرخامه اللي كتجي رائعه سهله ولذيذه حلوه ديال اخر دقيقه، ما كتعذبش، طريقه ناجحه باش ما تفرتش لكش وما تهرسلكش. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم، ونبداو على بركه الله مع المقادير. بالنسبه للمقادير الرخامه كنحتاجوا ليها نص كيلو ديال الكاوكاو اللي مقشر ومطيب في الفران، عندنا واحد المعلقه ديال القرفه، واحد المعلقه ديال المزهر، وعندنا كنحتاجوا الكراميل والعسل. كناخذوا الكاوكاو كنعملوا مع كنشري هنا الكاوكاو اللي مقشر، كنعمل معاه واحد المعلقه ديال الزيت وكندخلوا الفران حتى كيتحمر. من بعد ما كيتحمر ويذهب اللون ديالو بحال هكا كنعملوا في الهاشوار. اللي ما عندكمش الكاوكاو المقشر يمكن لكم تستعملوا الكاوكاو البلدي، تحمروه في الفران بلا حتى حاجه حتى كيتحمر وكتقشروه حتى هو كينفع وكيجي المذاق ديالو احسن. كنهرمشوه كنطحنوه حتى كيولي بحال هكا، ما كنطحنوش ما كنخليوش مهرمش غليظ وما كنطحنوش معلق بزاف باش نخليوه القرمشه شويه القرمشه في هاد الرخامه ديالتنا. ولكن الا خليناه مهرمش بزاف الوقيته اللي غنبغيو نقطعوه غادي يتفرت لينا، داكشي علاش خصو يتطحن مزيان ترميشه خفيفه رقيقه. من بعد كنضيف له واحد المعلقه ديال القرفه وواحد المعلقه ديال المزهر. القرفه اللي مبغاش يستعملها يمكن له يعمل الفاني. كنضيف له واحد المعلقه ديال الكراميل، كراميل يا اما هذه كراميل منزليه الصنع او كراميل ديال النيسلي او حليب مركز محلى كراميل. كتعملوا له كراميل وكتصايبوه، كيمكن لكم تخلطوا به كل شيء او يمكن لكم ديروا بحال اللي درت انا، درت غير معلقه وحده كبيره وكملت الباقي بالعسل. بالنسبه لهاد الصلصه الكراميل هذيك كراميل بور صالي، الوصفه ديالها راه كاينه في القناه قديمه، كتصلح لي كيك لي كلاس لي كريب. هذه منزليه الصنع كتجي رائعه كدوم مده طويله. من بعد ما كنضيف له الكراميل كنضيف له العسل تقريبا واحد 3 المعالق كبار حتى يتلبس لي هذاك الكاوكاو كامل وكيتعلك ليا. ضروري خصو يتعلك باش يتجمع لينا، باش الوقيته اللي نبقاو نقطعوه ما يتفرتش لينا ويطيح لينا الكاوكاو. ضروري خصو يكون معلك مزيان. كنخلطو تقريبا كي قلت لكم واحد 4 المعالق كبار، هذا هو الشكل ديالو. كنخلطو كتولي خليط متجانس ومعلك. من بعد ما كنساليو كناخذوا واحد الطاوه كنعمل فيها ورق الفرن وكنطلق فيها هاد الحشوه ديالتنا ديال الرخامه. ها هو كيف ما كتلاحظوا راه مجموعه، كنقدروا نشكلوا فيها كيف ما بغينا. كنعملوا ما بينها جوج ورق ديال الفرن وكنطلقها بالسمك اللي بغينا. من الافضل ما تكونش غليظه بزاف وما تكونش رقيقه بزاف. بالنسبه لهاد الكميه اللي عطيتكم كتصايب لي تقريبا هاد الطاوه ديال الفرن ما كاملاش، يعني هذه 36 على 30، ولكن راه هي ما كتاخذش هذا الحجم كامل، يعني كتبغيها شي شويه السمك ديالها متوسط. من بعد ما كنطلقوها من بين جوج بلاستيكات، من بين جوج ورق ديال الفرن، ضروري كنطلقوها مزيان ونقادوها. كتجي على شكل مستطيل او مربع على حسب الشكل ديالو. كنقادو الجوانب ديالها وكنقادو بحال هكا باش يجيني السطح ديالو ملس ومقاد. من بعد ما كنسالي كنزولو هذيك الورق الفرن. بالنسبه للطاوه الدور ديالها غير كتساعدنا الوقيته اللي غادي نديرو الشكلاط من في الفوق، تساعدنا باش نديرو طاوه واحده اخرى قدها ونقلبو. داكشي علاش درت طاوه في التحت. لو بغيتيش يمكن لكم ما تستعملوهاش ديروا غير الشكلاط وتخليوه حتى تنشف عاد تقلبوها. ولكن من الافضل ديروها كجوج طاوات او جوج قطعات يكونوا تقاده وحده باش تقدري تقلبي هاد الرخامه. بعد ما كنسالي كنعمل هنايا كنقاد الجوانب ديالها نجمعها. الا جاني السمك ديالها شويه رقيق هنايا الجوانب كنحاول ندخلهم هكا كيرجع شويه السمك ديال هاد الرخامه ديالتنا كنرجع شي شويه يغلط شي شويه. كناخذ الشوكولات انا استعمل الشوكولا اون غوباج نوار او يمكن لكم الشوكولا نوار او بات كلاصي. كندوبوها على الحمام مريم وكنوضعوا واحد الطبقه رقيقه. هنا من الافضل الطبقه اللي غادي تكون لتحت تكون طبقه رقيقه، ما كنبغيش نكثروا الشوكولات. كنمدوها مزيان بالكودي بحال هذه الطريقه، نديوها ونجيبوها حتى تتقاد. من بعد نحركوا شي شويه هذاك الورق الفرن او هذيك الطاوه باش يتقاد لينا ما يبقاوش فيه هذوك الخطوط. وبالنسبه
بابي كويسون اللي كنوضعوه فوق منها باش نقادو، وكان بحال هكا باش ما يبقاوش فينا دوك الخطوط. وبابي كويسون اللي كنقادوه فوق الشكلاط باش يشد فيها وتجينا ملسه طبقه مقاده. كنخليوه غير واحد 2 دقائق ولا 3 دقائق، ومن بعد كنقلبو. كناخذ واحد الطاوه حتى قاده ديال الطاوه اللي درناها لتحت، وكنقلبو فيه هاد الرخامه ديالتنا، وكيجي الشكلاط المازال دايب. كنقادوه فوق سطح العمل، كنحيدوه من الطاوه او يمكننا نخليوه، وكنخليوه مقاد باش يجينا السطح ديال الاسفل ديالو مقاد. من بعد كناخذ نحيدو بابي كويسون ونوضعو ونصبو الطبقه الفوقانيه. يمكن لكم تستعملوا اي شوكولاط بغيتو، ابيض انا استعملت الاسود، ولكن يمكن لكم ديروا حتى الابيض، يعني تجيكم رخامه بيضاء بخطوط سوداء. لكم الاختيار، ديروا اللي بغيتو. هنا الشوكولا لونغوباج اللي استعملنا، ولكن يمكن لكم تستعملوا غالا او باتا كلاسي اللي بغيتو يمكن لكم تستعملوا. هنا الطبقه الفوقانيه كنحاولوا نديروها شي شويه السمك ديالها اكثر من الطبقه التحتانيه، يعني شي شويه زايد الشوكولاط على التحت، وكنقادوه بالكوتي. من بعد كناخذوا هذاك البابي كويسون او الطاوله كانت عندنا ونحركوه شي شويه باش السطح ديال الرخامه ديالتنا يكون مقاد، ما يجيش فيه دوك التموجات ديال الشوكولاط. من بعد كناخذوا جيب حلواني هادو 2 طابل، وكنديروا فيه الشوكولاط ابيض دايب اللي تا هو ذوبناه في حمام مريم. هذه اسهل طريقه للناس اللي ما كيعرفوش يصايبوا كورني بابي كويسون، يديروا به خطوط، كيقطعوا بالمقص صغيور هذاك الراس ديالو، وكنديروا به هكا خطوط. ومن بعد بعد ما كنساليو كناخذوا واحد الكيردون او سكين، راس ديال السكين، وكنعملوا خطوط طوليه بحال هذا الشكل في واحد الجهه. من بعد كندوروا وكنديروا العكس ديالهم كيكونوا في الوسط باش كتولي لنا الشكل ديال الملفاي. كنخليوه يرتاح على سطح العمل، ما كندخلوش الثلاجه، ما كندخلوش الفريغو، كنخليوه فوق سطح العمل حتى كيتجمع لينا. عاد باش كنقطعوه كنخليوه ما كنقيسوش حتى كيتجمع لينا. هنا تقريبا خليته واحد نصف ساعه، قصت الجوانب ديالو كانوا ناشفين، عملته فوق الطاوه ديال فوق القطاعه باش نقدر نقطعه، لان ماشي الرخامه اللي عندي. حاولت انني قطعت هادو الجوانب كنزولوه هو الاول كيف ما كتلاحظوا. هنا ما كاينش الشوكولاط، ما كيبانش فيه دايب، وكنحاولوا ما بين كل تقطيعه وتقطيعه كان السكين كنمسحوه. هنا في التقطيعه الثانيه لقيته مازال شويه دايب، صافي وانا نخليه يعني لان الحراره كان في الجو تقريبا 41. داكشي علاش خليته حتى من بعد عاد كملت التقطاع ديالو، تقريبا خليته واحد الساعه في هذا الجو ديال الحراره مرتفعه. كنخليوه حتى كينشف على خاطرو. ضروري ماشي ينشف بزاف يكرم، ولكن خصو غير يشد راسو مزيان باش نقدروا نقطعوه وما يتهرس لينا. لا دخلتيه الثلاجه وخرجتيه غادي يتهرس لك الشكلاط، الا خليتيه نشف بزاف غادي يتهرس لك الشكلاط. داكشي علاش خصو غير القياس ديالو ينشف. لقصنا سطح العمل، السطح ديال الرخامه ديالنا قصناها بصبعنا ما كتلصقش لينا، كنلقاو الشكلاط ناشف. صافي كنبداو نقطعو، كنزولوا الجوانب. كيمكن لكم تستعملوا واحد المسطره باش تاخذوا العبار. كناخذوا واحد السكين اللي كيكون حاد ورقيق ضروري، او الكيتر اللي بغيتو تستعملوا، وكنقطعهم خطوط هكا طوليه. من بعد عاد كنبقى ندير كل خط كل شريط كنشدو ونقطعو مايل باش يجيوني على شكل لوزونج معين. او يمكن لنا ما بين كل تقطيعه وتقطيعه الا كان السكين توسخ لينا كنحاولوا نمسحوه باش ما يوسخ ليناش طرف اخر. كنبقاو نقطعوهم مايلين، وكنقطعوه بالتقطيعه اللي كنهبطوا السكين كامل، ماشي كنقطعوه غير بالراس ديال السكين غادي يتهرس لينا ويهبط لينا هذاك الكوكب. ضروري تهبطي السكين مقاد هبطه وحده بحال هكا، كنهبطوهم باش يتقطع لينا وما يتخرج ليناش هذيك الحشوه او الكاوكاو اللي عندنا. كنكملوا التقطاع ديالو كامل. بما ان الحراره كاينه عندي انا في الاول ما دخلتوش الثلاجه بتاتا حتى قطعته بحال هكا. تقطعتهم طريفات لوزونج او معينات او مربعات او مستطيلات على حسب الشكل اللي بغيتو. عاد دخلتهم الثلاجه وشدوا راسهم مزيان، عاد عملتهم في الكويغطات. الحراره ملي كيكون الحراره كتحاول شويه انك تحاول معاه حتى تتقطعوا وتكملوا. عاد كتدخلوا للثلاجه لان كيكون شويه مع الشوكولاط والحراره ما كيبغيش يتجمع لينا. كنكملوا الكميه ديالتنا كامله بهذيك الطريقه.
هذا هو لاستيوس ديالو باش ينجح لك. ضروري تخليه على سطح العمل واخا تكون الحراره. يمكن لك الا مبغاش يتجمع لك شويه ولقيتي انه واخا دازت ساعه، يمكن لك تستعملي السيشوار باش باش في الجهه البارده باش يتجمع لك شي شويه. لانه ولا دخلتي ان فوا الثلاجه وخرجتيه غيبغي يتكرسر لك هذاك الشوكولاد. الا خدمتي بالجوانب ديال السكين ديالك راه حتى هو، يعني خدمتي بسكين خدمتي مايل حتى هو يمكن له يخرج لك الحشوه. داكشي علاش كنهبطوا هبطه وحده. وبالنسبه هاد لي لوزونج او هاد التقطيعه، ضروري في كل باش كنقطعوا نحيدوا البابي كويسو عاد نبداو نقطعوهم هكا مايلين، كيجينا اسهل ودغيا دغيا تحلوا لينا. كنكملوا الكميات ديالتنا كامله، وهذوك الجوانب كنجمعوهم في واحد الطبسيل اللي يحتفظوا بها الدراري بحال هكا. كيجي الشكل ديالهم وحتى الحشوه هي هذيك، يعني السمك ديالها ما غليظ ما رقيق. كنكملوا الكميات ديالنا كاملين وكندخلوه للثلاجه يشد راسو مزيان، عاد كنقدموه. هاد الطريقه كتجي ناجحه ومضمونه وما غيتهرس لك، ما غتخرج لك الحشوه، ما غيخرج لك تفرتت لك الكاوكاو. كتجي ناجحه ومضمونه وكتعطي كميه كبيره. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم وتجربوا. ولا عجبكم الفيديو ديروا لايك وتابوناو في الشان ديالي وفعلوا الجرس باش توصلوا ديما بالجديد. وشهيه طيبه ونهاركم مبروك.